مساء الخير. نهارا أنسيور خرج الكتاب في غد جديد قناص كبير نايتي الطفس. إذا اليوم سنتحدث على كتاب جديد لم نسمع عنه من قبل، اسمه قبيلة أيثي الطفس، كتب بالإسبانيا من كاتبه الإيطالي أنخيلو كيريلي. إجن الباحثة وتماثنا نادية بودرا توجد دكتورة إينس حول الريف الأوسط والذاكرة الجماعية. ترزو أجمع المعطيات خل المنطقة، نعرف بكل مناطقها وقبائلها وأطرافها. الأستاذة سوف يجن كتاب يوريث إيطاليانية وترجميث باش تتبع الأثغان المغربيين ذي نقال تعرف بشكل عام. الكتابية أتغنزيس بطبيعة الحال المكتبة المغربية وأتغنزيس البحث العلمي ذي المغرب. استعدت النهار باش تسيوخ الكتاب. استدعيناها اليوم لتتحدث عن هذا الكتاب بقلب مفتوح حول الصعوبات التي تلقتها وحول صعوبة الترجمة من إسبانيا إلى الريفية وكذا العربية، وخاصة أن العديد من المناطق في أيثي الطفس مسماة إلى حدود اليوم باللغة الأمازيغية. واستدعينا معها الأستاذ الباحث عبد المجيد العزوزي، الغني عن التعريف والباحث والمهتم بالشؤون الريفية، والذي هو بدوره ترجم عدة كتب ودون عدة كتب مرتبطة بقضايا الريف، من بينها هذا الكتاب أيضا لنفس الكاتب أنخيلو كيريلي، إبقوين قبيلة من الريف المغربي. إذن معي باحثين سنحاول معهما أن نتطرق للكتاب حول أيثي الطفس، لأنني ابن المنطقة، أعرف بعض أو لا أقول ملم بتاريخ هذه المنطقة، ولكن أعرف العديد من المناطق والتطورات في هذه المنطقة العزيزة علينا وعلى كل الريفيين وكل الأحرار. أستاذة نادية، مساء الخير. مساء النور. أستاذة نادية، أولا أحييك على هذا المجهود اللي بذلتيه. اليوم كنستدعوك البرنامج ديال الحوار اليوم في قناة التلفزيون باش أولا تقولنا علاش اخترتي ترجم هذا الكتاب بالضبط، وعلاش اخترتي دير البحث ديالك على الريف الأوسط. في البداية نجاوبك على السؤال التالي قبل السؤال الأول. بالنسبة للبحث، يعني أبر الدواعي العلمية كاينين دواعي اللي هما شخصية، يعني كوني أني منتمية للمنطقة ديال الريف الأوسط قبيلة كزنايا، ومهتمة بالتاريخ ديال الريف قبل، يعني في المسار الدراسي ديالي كامل مهتمة بالتاريخ ديال الريف، بداية من البحث ديال الإجازة، البحث ديال الماستر، وصولا للبحث الدكتوراه. يعني عندي واحد الاهتمام كبير بتاريخ المنطقة، خصوصا لم درتي الماستر ديالك والإجازة العناوين. بالنسبة للبحث ديال الإجازة، المجتمع المغربي بين الشرع والعرف الأمازيغي، يعني ذاك التجاذب ديال المجتمع المغربي بين التوفيق بين الشرع الإسلامي يعني كعنصر داخل، وأرضية بنيوية في المنطقة اللي هي العرف الأمازيغي، وطرقت فيها لمنطقة الريف بالضبط. بالنسبة للبحث ديال الماستر، فكانت حول توجه الوحدوي في فكر محمد بن عبد الكريم الخطابي بين الوحدة القبلية والقومية العربية، يعني على المسار ديال المسار السياسي والتاريخي ديال الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من الريف وصولا إلى مصر. واش نشرتي، اسمح لي أستاذ، واش نشرتيه في كتاب هذا لا، ما منشور، هو بحث أكاديمي في كلية فقط. إن شاء الله
صريح اوكي. ان شاء الله. خصنا نقراوه ونتعرفوا عليه حتى هو. تفضلي. ان شاء الله، ان شاء الله، علاش لا. وبالنسبه يعني بقى عندي داك الاخر انه الريف كنلقاو بزاف ديال الكتابات عليه. يعني كاين واحد الكم مهم ديال الكتابات اللي صدرت على الريف، واللي يعني بالنسبه للبحوث الاكاديميه كنلقاو واحد النسبه اللي هي قليله. مثلا البحث اللي نجزو السي أغزادي الله يرحمه على حرب الريف، على عبد الكريم الخطابي وحرب الريف، يعني كنلقى واحد البحوث اللي هما قليله بزاف في الجامعه المغربيه. يعني انا فكرت اني ندير واحد المونوغرافيا اللي كتجمع قبائل الريف الاوسط، وحددت القبائل اللي غندرسهم باش غيكون واحد البحث اكاديمي حول المنطقه، يعني يتجاوز ديك الكتابات العابره رغم انها مهمه ولها اهميتها ايضا. بالنسبه للاختيار ديال ايثي الطفل، فهي قبيله لها اهميه تاريخيه وجغرافيه واستراتيجيه، وكانت مشاركه في جميع الاحداث ديال الريف، وكانت يعني هي من القبائل اللي جذبت المستعمر. كنت كتعرفي هذا الشيء قبل ولا حتى بديتي تترجم الكتاب؟ حتى بديت كنقرا النص ديال النص الاصلي، ولكن يعني هي واحد القبيله اللي كتستحق اننا نقراو عليها. وكما قلت لك قبل، كنشوف انا البلايص اللي ما عليهم حتى شي حاجه، يعني اللي ما مكتوبش عليهم حتى شي حاجه، وكنحاول اني نعرف شنو مكتوب عليهم، لان داكشي اللي ديجا تكتب عليه كاين واحد لا باز دو دوني اللي غتتبازا عليها، في حين انه بحال هاد القبيله يعني ايثي الطف او بني توزين او هذا ما كاينش عليهم بزاف، وبالتالي حنا خاصنا نقلبوا. يعني هذه هي المهمه ديالنا. اوكي، كنشكرك الاستاذه ناديه. نمشيو عند الاستاذ العزوزي. الاستاذ العزوزي، اهلا وسهلا. وقتهم نشرت ترجمتيو الكتاب حول الايبقوين لنفس الكاتب أنخيلو كيريلي. ومن خلال تصفحي للكتابين والقراءة الكتابين شفت تقريبا نفس المنهجية اللي اعتمدها السي كيريلي. مشى تقريبا نفس الزراعة، الموارد الغذائية، تربية المواشي، التجارة، الهجرة، الثروة المعدنية، نفس كنجبروها لهيه هنا. وتقريبا العديد من المعطيات تقريبا متشابهة ما بين إبقوين أيثي الطفل. بحكمكم قريتوا الكتاب ودرتوا له التقديم، شنو ممكن تقولوا انتم ايضا على هذا الكتاب؟ تفضلوا استاذ. الكتاب ديال ايثي الطفل. نعم. اذا الكتاب ديال ايثي الطفل كيديروا شويه المقارنه. تفضلوا. نعم. الكتاب ايثي الطفل ضمن نفس المجموعه يوري أنخيلو كيريلي. نستن بان أنخيلو كيريلي يوري مجموعه من المونوغرافيات لفائده السلطات الاسبانيه تمهيدا للاستعمار اللاحق. والكتاب هو يتحدث ضمن الدراسات الاثنولوجيه، لان عدد الشيطه وضع حتى المستوى الاثنوغرافي، لانها تقيم المستوى من الوصف. طبعا كتابه المونوغرافيات اتباع نموذج متشابه. تسند بعد الدارسون مقرانا كان دراسات اثنوغرافيه رصينه رخنيك تكملن العمل الوصفي، التحليل، التاويل، التفسير، التركيب، تيراس رخنيك قيمه علميه اكبر. على اي بالنسبه لي الاهتمام الترجمه كل ما كتب عن الريف كان اهتمام سابق. بديت الترجمه اقل اخوان اقل فريق كتاب نيث ويغر على طبيعتي الكتاب نفقوين ذيتوسا الفرصه الامكانيه نترجم المونوغرافيات الاخرى في القبائل النظن منهم ايتوزين ايثي الطفل يجان يوري كيريلي. الى غايه اتصال لك الاخت ناديه بودره
العباخ رغبين نترجم من كتابة وانتنيتي الطفل، أسعدني كثيرا. وفعلا قال العملية الترجمة باش يظهر الكتابة وانت غير وجود، لأن من توارين خيتي الطفل يعني تقريبا منعدم، كان قليل ولكن تقريبا يجي شيء. ربما المنايا غيشجعن طلبة الباحثون الوقت ونتي بنان خمين الجان باش وسعن العملية التأليف بخصوص قاع القبائل يجي جان قريف. أستاذة نادية، زميلك قال بأنه الدراسات تقريبا شبه منعدمة حول هذه القبيلة ذات الطفل، وفي الكتاب ديالك شرتي لهذا الاخر لهذا المعطى بان بحال ذات الطفل ما تكلموش عليها بزاف، وربما ما كانتش عندها ما عندها شي ادوار بقدر ما شبرتش الاستقلال ديالها كقبيله الى حدود تدمير ولا تدمير بادس. اعتقد شنو كتقولوا علاش بالضبط نظرك ما كانش الاهتمام كثير بهذه المنطقه، علما ان عندها كل مقومات ديال الاهتمام بها، وخاصه الادوار اللي لعبتها على مستوى المقاومه، على مستوى مناهضه الاستعمار الاسباني، وعلى مستوى التعاون مع القبائل المجاوره الى غير ذلك، خاصه ايثوريا ولا ابقوي ولا ايبوبرا. بالنسبه للندره ديال المصادر او المراجع اللي كتبوا على قبيله اثي الطفل، فهذا يعني انخيلو غاريلي هو اللي رد ليها البال. فاش قال بان مثلا البكري عنده اشارات بان على الاصول ديال قبيله اثي الطفل، وقال بان الوزان هو الوحيد، يعني الوحيد اللي شار لهذه القبيله هذه. وانا كنقول لك بلي مثلا كنلقى واحد شويه ديال الاشارات عند موليراس في اكتشاف الريف، ولكن كتبقى واحد الاشارات اللي هي خفيفه وغير مضبوطه، مثلا على مستوى التقسيم ديال القسمات او لا بزاف ديال الامور اللي كنلقاوهم يعني على الاقل لا علاقه بداكشي اللي جابو غيرلي. وبالنسبه للاهتمام بالقبيله، مولاريس كان عابر وصافي، كان شار ليها بشكل عابر. انا قبيله الطاف يعني المعلومات الغير مضبوطه على ايتي الطف كينطبق على كل شيء. وانخيلو غاريلي شارف واحد باساج على هذا، على بان قبيله ايتي الطف ما كانش عندها واحد التاريخ مستقل يعني. وهذا ماشي بالنسبه لايتي الطف، بالنسبه لقبائل الريف كامله يعني كان عندها واحد التاريخ مشترك ما بيناتها. يعني مثلا كنلقاو قبيله ايثوريا مثلا عندها واحد التاريخ انها بنات واحد الحركه ولا واحد المقاومه خاصه بها، ولا قبيله كزناي ولكن ايثي الطفليه كانت قبيله يعني صغيره، ما كانتش بالحجم ديال القبائل الكبرى، وبالتالي كان عندها واحد التاريخ مشترك مع القبائل الاخرى. يعني ما كانش عندها شي انجاز بوحدها، ولكن هذا كله كيبقى الراي ديال الكاتب. يعني حنا ممكن نأيدوه وممكن ننتقدوه، ولكن يبقى الرأي ديالو، الرأي ديال أنخيلو غاريلي. بالنسبة علاش حنا علاش ما كاينش اهتمام بهذه القبيلة، فالقبيلة خاصنا حنايا اللي نوليوها واحد الأهمية، وبالضبط يعني أبناء المنطقة هما اللي يعطيوها واحد الأهمية أكثر ويحاولوا يدرسوها أكثر. للأسف أبناء المنطقة كنعتقد هذا الشيء كاين حتى في كل العديد من القبائل الريف، اللي قرا منهم كيخرج، اما يخرج للرباط وخاصه الاخر او التطوان او الخارج، وكيسمحوا كينساو وما كيهتموش كثير بالمنطقه. وهذه حقيقه ما نكروهاش، علما انه لا يمكن ان ننكر بعض المجهودات اللي تبذلت في هذا الصدد. وخاصه كاين واحد الاستاذ في فاس سميتو محمد الزعار اللي دار الدكتوراه ديالو حول الهجره في منطقه ايتي الطفس. هي اصلا هذه الدكتوراه موجوده، وكان الا بغيت نقول مؤخرا كاين بعض الاهتمام بذاك التاريخ الحديث، الا بغيت نقول ذات الطف. كاين اللي خلال البحث كاين هذا الكتاب ديال محمد الشقار
ديال سور لا فوا دي زانسومي ديال على طريق غير الخاضعين ولا غير المستسلمين. وكاين هذا الكتيب صغير ديال النت كيهضر على الانتفاضه الريف 84 85 اللي هي شخصيا. ودابا كاين المجهود ديالكم، واكيد هذا الشيء مشجع باش الناس تجي تنقذ اكثر، لان كما شفت في اطار هذا الكتاب ديالكم ان السي خليلي ما جالش كل شيء من الطفط. الا بغيت ندخل في الصفحه الاخيره ديالو، الا بغيت في الصفحات الاخيره في الوقت اللي كيهضر يتكلم دار زياره بادس، ومن بعد من بادس لسناده، ومن بعد لسناده الزاويه ديال الوزانيه، ومن بعدين التغالين اعتقد تغالين. ولكن ما مشاش للمناطق الاخرى، وخاصه ان انتم ملي في هذا الكتاب شفتوا بان المنطقه ديال الايتي الطفس تنقسم 3 الربع، 3 صغارين، 3 الاجزاء. كاين طبيعه الحال إسهيران، وكاين توفيست، وكاين الوادي. اذا بالنسبه إسهيران وهي الطف، كل المعطيات اللي هنايا غير سمعها. والدليل في الوقت اللي كنشوفوا مثلا غير في المياه، في الموارد المائيه، نظر على بعض العيون وبعض في المنطقه السنده، في الوقت ان المنطقه التوفيست هي اذا بغيت نقول كانت للاسف كانت جنه فوق الارض، خاصه على مستوى الابار، على مستوى العيون، ثروين. إلى ثروين كل شيء، ثر عمران ومطير ثر انتشار، كل واحد كان عنده البئر ديالو باش كيسقي لا غير ذلك. ولكن هذا الشيء بدا كينقص مع الجفاف، وان شي مره داروا شي واد تما وخرجوا داك الماء ما عرف فين داوه. على كل حال ما عرف فين كيخرج دابا. فهاد واش من خلال قراءتكم بطبيعه الحال وترجمتكم لهذا الكتاب جبرتوا بصعوبات في الترجمه مثلا بعض الكلمات او بعض الاسماء او بعض، واش باقي عندكم تساؤلات الا بغيت نقول اللي ما كتملتش عندكم في الصوره حول قبيله اثيوبيا؟ بالنسبة لي أنا نعم. يعني القراءة الأولى لهذا النص الأصلي ما فهمت حتى شي حاجة على مستوى الأسماء ديال الأماكن، لأن كاين صعوبة كيفاش هو سمعها وكيفاش سمعها بالعربية. يعني حتى الأصل ديال الأمازيغي كان مغيب نوعا ما في النص الأصلي، وبالتالي كان واحد الإشكالية كبير في الأسماء، وكيفاش أنه كيورد سمية مثلا نفس الجبل أو لا نفس الواد، كيفاش كيوردوا في البداية ديال النص بشكل، وكيفاش كيوردوا في الوسط ديال النص في شكل آخر، وكيفاش في الآخر ديال النص كيوردوا في واحد الشكل آخر. يعني المهم كتلقى سمية وحدة اللي عندها بزاف ديال الطريقة باش كيكتبها. وأنا حيت أنا ماشي بنت المنطقة وما كنعرفش المنطقة، لقيت واحد الصعوبة أني نعرف دوك البلايص. يعني مع العلم أني درت مجهود كبير في وحدين، ولكن الآخرين لجأت للسي عبد المجيد عزوزي في بزاف ديال الأسماء ديال الأماكن اللي هو بحد ذاته لقى واحد الصعوبة فيهم عاوتاني. يعني لجأ أنه يسول عليهم ماشي تزور المنطقة وتسول شوية الأهل وكذا، نحدي على الأقل نحدي فيها ويبقوا واخا ماشي تجي للسند. ولكن هو بحد ذاتهم ما محافظينش على الأسماء الأصلية ديال المنطقة. لا مثلا أنا في إطار هما عندهم واحد التسمية خاصة بهم، ولكن الاسم كيفاش يعني صح في الكتاب، يعني في العشرينات من القرن الماضي راه كاين واحد التحول. لا مثلا أنا بعض الأسماء اللي باينين اللي كنعرفها أكيد غادي تلقى بعض الأسماء اللي يمكن ماشي هي. سيدي عمران هذا كاين ثارة نيت عمران ثارة المهم العين، وكاين سيدي العمراني، كاين عمراني، كاين ولاد عيسى، ما كاينش ولاد عيسى، كاين ايت عيسى. الى حد الان كيتسمى ولاد عيسى، هو اكبر مداشر اثوفيست من بين اكبر مداشر اثوفيست. كاين الاخر لاله امريكا، حنا ما كنقولوش لاله امريكا، الاستاذ يمكن ياكد لي السي العزوزي، حنا كنقولوا امريكا وصافي. يمكن ذاك لاله طارت مع الوقت
هي كاين موجوده اصلا كاين لا اوطا، انا نجي عندك استاذ. كاين اوطا، اوطا اسهير، اوطا سيدي يونس، اوطا. هذه هي روضه، شي نقاس روضه لوطا. عاد دابا كاينين لوطا الروضه. كاين واحد المنطقه سميتها تمج في صفحه 34، ما عرفت سميتي لها تمج شي حاجه. صفحه 34 هنا فقرة صفحه، انا نقول لك دابا 34. الفقره الثالثه. تمكنا بالطبع من معاينة تظاهرات خارجية لمعدن الحديد في ظهر تمجد. من بعد نرجع لها لان هذه المنطقه مهمه. فم داكوت مهم بصح. انا كان في واحد خلى واحد المسمار لان الاسبان كانوا داروا بحث تما الاخر التنقيب. ذاك واحد المسمار علموا به ان ذاك المنطقه ربما فيه مناجم الحديد بحال اللي شار لها الكتاب في هذه الصفحه هذه. ولكن بعد ذاك سمحوا فيها ما بعد الاستقلال وما داها حتى شي واحد. وذاك المسمار هرسوه الرعاة إذا بغيت نقول. ولأن الناس ما كتهتمش شنو التاريخ والدلالة هذاك المسمار وهذا. ولكن المسمار أنا رغم سني جامع بعد الاستقلال عقلت عليه، وكان كل واحد كيفاش كان كيفسروا. أستاذ شنو كتقولوا أستاذ العزوزي حول هذه الأسماء؟ واش جبرتوا نفس الصعوبات في الوقت اللي ترجمتيو الكتاب على إبقوين؟ واش سي غاليلي كيريلي كان كيلبق على مستوى السميات، ولاش عنده شويه الدقه ولا الترجمه؟ هو كيف ما كان الباحث الاجنبي غادي يوجد صعوبات بالنسبه للاسماء المحليه كيف ما كان. وهذا كان مع غيريلي، كان مع هارت، كان مع اي واحد. طريقه باش كيكتب، الطريقه باش الاسبان كيكتبوا الكلمات فيه خلل في حد ذاته، لان عندهم مجموعه ديال الحروف اللي ما كايناش عندنا احنا وما عندهمش في الاسبانيه، يعني باللاتينيه. بالاضافه انه حاليا كنتعاملوا مع اسماء امازيغيه اللي في الكتابه كترجم. تدري مثلا المثال ديال عيسى او ايت عيسى، هو غادي يكتبهم على حسب بالعربيه ولاد عيسى. يعني غادي نمشيو لهذاك. دابا حنا يا اما نرجعوا للترجمه يا واش، وخصوصا في المنطقه ديال ايتي الطفت اللي المجموعه ديال الكلمات اللي تعربت وان لم ما تعربتش على يعني على مستوى المعنى، تعربت على مستوى النطق. ناخذ مثلا تيغالين، لان الاصل هي تيغادجين، ولكن غتكتب تيغالين الى حدود الآلة عيسى، لاننا قريب للشهر ديالنا الشهر ديالهم الى حدود الان كتسموا ايت عيسى الوحيده اللي ما غيروهاش ما عربوهاش. حطيتي الطفل كتسمى ايضا عيساثن. ايت عيسى نسريشي. لا يعني لا التسميات لكن في النص غادي تجي نفس الشيء بالنسبه ليسار حيوان. هذيك يسار حيوان وايت صرح. نعم. جبرت واحد السميه اخرى. هاد ايصال حيوان بالنسبه لي عييت ما نفكر. كتبتها الاخت نيت في الصفحه 47. ايصال حيوان وجات في منطقه توفيس. انا والمنطقه توفيس عييت ما نفكر. هي اما تكون ابور حوثن او لا ازاريحن، ولكن ازاريحن ما تمياش لتوفيس. اغلب الظن كتكون ابور حوثن في اعتقادي. ابر حوثن قراب كثير للكمون، وراهم في توفيست في المنطقه الاخرى. بينما ايصال حيوان كنهضروا في هذا، كنهضروا في بلاصه اخرى، بلاصه ديال غير على مستوى ديال البنيه الانقساميه ديال القبيله. خصنا ناخذوا بعين الاعتبار انه فيه واحد النوع ديال المرونه وكتغير من فتره لفتره. الا خدينا مثلا في الوقت فاش داز ماشي موليراس، لان موليراس هو لا عمرو ما جا الريف.
ولكن ذاك السيد اللي كان جا الريف وشافوا حكى له الموليراس، وموليراس كتب الكتاب ديالو. في الوقت فاش كان موليراس، يعني هذه كنهضروا قبل القرن العشرين، كان التقسيم ديال ثلاثه ديال الربوعه هما سناده وايت محمد وتوفيست. ولكن في الوقت فاش جا غيريلي في العشرينات، السميه ديال ايت محمد ما بقاتش. نعم. ولا سناده وايت محمد وتوفيست. بالنسبه للغيريلي، السناده غادي تولي هي القسمه ديال سهيرن ولا عمايه. وهنا كنشوفوا بان مثلا ملي كتكون مدشر عنده قوه كبيره ولا كيكون كبير، كيولي هو كيعوض حتى التسميه ديال القسمه ديال الربع. بحال الحاله ديال اسهيرن اللي كتسمى عماير، ولا الحاله ديال الواديه اللي كتسمى تيغالين. اذا خصنا ناخذوا بها بعين الاعتبار هذا النوع ديال المرونه. وإلا جينا فتره اخرى غادي نلقاو سميات اخرين، وغادي نلقاو مداشير اللي ما بقاش عندها اهميه، ومداشير اللي تخلقات جديده اللي ما كايناش اصلا في بحال كاين مجموعه المداشير جديده تخلقت، ولكن ذاك المداشير الكبرى لا زالت محافظه على القوه ديالها. مثلا آية عيسى، جبرت ماء الحاجان، يموروطان، صدق عمر وعري. دونك كاين، ولكن اداريين تابعين نفس مثلا. ولكن غادي نشوفوا مثلا بان غيريلي برحوتن ما ذكرهمش نهائيا. في الوقت فاش كان مثلا غير الى جينا على مستوى الحدود. نعم، غنجي على مستوى الحدود. الوقت فاش جا غيريلي للريف العشرينات، كانت الحدود ديال ايت الطفت كتحد من ايت حذيفه، من يعني على اساس انه يزروان هما كيشكلوا واحد، هما اللي قراب لايت حذيفه. علما بان واحد 100 سنه قبل الحدود كانت من وادغيس، من لتحت. اللي غير اللي هو ما عرفش هذه المساله هذه، ما وصلهاش، لان ما تبعش التاريخ ديال القبيله في حد ذاتها. انه كيبدا لنا الورياغليين في شخص، يعني في المؤسسه ديال الربع ديال ولا الخمس ديال ايت حذيفه، هو اللي طلع من وادغيس زغزاغيس حتى فين كاين دابا السوق ديال الاثنين ديال بن حذيفه، بما في ذلك كمون، قريبا من برحوثن. هذا هو حاليا اللي كيبقى الدور ديال الباحثون في الوقت الحالي باش يشوفوا هاد التطورات هادو، وفين وصلت الامور الى حد الان. وبالنسبه لهاد الصعوبات، واش لقيتيوها هي نفسها في منطقه بقوين او لا فقط نفس الشيء؟ لان باش في الوقت فاش درت الترجمه ديال كتابه بقوين، كان علي الانتقال الى كل مدشر بالخريطه وبالاسماء وبالحديث مع الناس. يعني الناس تقولوك مزيان استاذ؟ طبعا. انتم درتوا تحقيق، شفت؟ الاستاذ وقيلا تحرك له. لا فعلا. اذا مازال هذا سي بون، كمل. اذا كنت يعني في الحاله ديالي في بقوين، كان عمليه ديال التحقيق بالاضافه للترجمه. الاخت ناديه طبعا نظرا لانشغالاتها مع الدكتوراه ديالها، يعني مساله التحقيق ستحتاج الى وقت اطول والى مجهود اكبر، ولكن هذا لا يبخس عملها في شيء، لان اصلا الطريقه باش وصل الكتاب للقارئ العربي كنظن فيه نسبه عاليه من الوضوح، وداك الصعوبات تم تجاوزها. طبعا هو مجهود تحيي عليه، لان غنعطيك الاخر. هو مجهود تحيي عليه الاخت ناديه، انه غير النبش في التاريخ والكشف عن الوثائق والمعطيات ماشي سهل. انا بدي كنحاول نهتم مره بقضايا الريف، ماشي مره بشكل دائم، ولكن ما كنتش عارف هذا الكتاب موجود.
حتى شفتو عندنا عليه الأخ حكيم ديال اللي خدام في الإذاعة الأمازيغية في الرباط، عاد قلت خصني نشوف هذا الكتاب على ماذا يتحدث بالضبط. تفضل أخي رشيد. نعم زميل سعيد، هناك بعض الأسئلة سأخذ بعضها. أبو إلياس أولا يتساءل: لماذا دائما الاعتماد على المؤرخين الأجانب لإضفاء صفة الشرعية على كل الدراسات بدل الاعتماد على السكان المحليين أصحاب التجارب أو الذين عايشوا ويعيشون في المنطقة؟ الأستاذ حكيم قربوز: أطلب من صديقنا سعيد أن يسأل الدكتور العزوزي ما هو الجديد في مشروعه حول ترجمة فصول من أطروحة كون حول قبيلة جزنايا إيه الروشن بالتحديد، وشكرا. لك الكلمة سي سعيد. اوكي، غنبداو. السؤال مطروح لكم بجوج: علاش ما كنعتمدوش على شهادات الناس ولا البحث ميداني؟ واش فقط ما عندناش امكانيات، ولا ما كاينش ايرادات، ولا بحال اللي قلنا ولاد المنطقه اللي كيقرا كيخرج برا، وكنعتمدوا فقط على شنو قال علينا الاجانب، على البحوث او الباحثين وخاصه المستعمرين، لان هذا الكتاب تكتب 1956 بالضبط، في الفتره اللي 1956 1956 صدر، ولكن هو كتب في 1925. اوكي فوالا، اذا هذا الاخر. تفضلوا، عندكم جواب على هذا السؤال؟ واحد منكم يجاوب. نبداو. بالنسبه للاعتماد على يعني الروايات الشفويه ولا الناس اللي عايشوا ولا اللي عايشوا الاحداث في هذه المنطقه، هو صعب. علاش؟ لان اصلا الناس اللي عاشوا واحد المراحل تاريخيه ما كنلقاوهمش، يعني العمر الانساني محدود. ثانيا، باش اننا نستعملوا الروايه الشفويه عندها ضوابط وعندها مناهج. يعني باش نرقيو بالروايه الشفويه ولا بالذاكره الجماعيه المستوى ديال نردوها واحد الماده علميه، كيحتاج منا واحد الجهد كبير، وكيحتاج منا واحد التدقيق، وكيحتاج منا واحد المصدر تاريخي اللي نقارنه بالوثيقه المكتوبه. هذه الا كنا غادي نكتبوا تاريخ اكاديمي، يعني خصنا نقارنوا داكشي اللي كيتقال لينا وداكشي اللي كنجمعوه، يعني لا بالاعتماد على الاركيولوجيا ولا بالاعتماد على الذاكره الجماعيه ولا بالاعتماد على الدراسات الاجنبيه. هادشي كله حنا خصنا نقارنوه باش نخرجوا بالخلاصه اللي هي منطقيه، اللي اقرب للمنطق. لان المناهج التاريخيه ما كتستوعبش اي حاجه. راه بوسيبل ان ناخذ روايه شفهيه بلا ما نوثق شكون قالها ولا امتى قالها ولا الحاله النفسيه اللي قالها فيها، ما غاديش تكون مقبوله، يعني غادي تترفض لي انا كباحثه. بالنسبه للاعتماد على الدراسات الاجنبيه هي اللي موجوده. يعني حنا دابا كنهضروا مثلا على قبيله ايثيوط، كاينين واحد المجهودات وكاينين بزاف ديال الناس اللي داروا واحد المبادرات، ولكن باش ترجع لواحد يعني واحد الكميه ديال المعلومات وواحد البنيه ديال المعلومات اللي مترابطه وواحد المجهود كنلقاوه غير عند الاجانب. وحنايا كباحثين خصنا ضروري نجيبوا داك الكتابات الكولونياليه اون جينيرال ونعتمدوهم ونحيدوا منهم داكشي اللي ما لازمناش، يعني نقيوهم كما كنقولوا، ونقارنوهم داكشي، نقارنوهم بما هو محلي. يعني ما غاديش نكونوا حنا نقول لا حنا غنعتمدوا غير على ما هو محلي، حيت اصلا قليل ولا منعدم اصلا. نخليك السؤال الثاني ولا لا؟ استاذ العزوزي، نفس سؤالي في نفس نعم. كتقول علاش كنعتمد فقط على الوثيقه ديال الاجانب، وفي نفس الان جاوبوا على السؤال ديال السي حكيم صديقنا وزميلنا حول نعم. بالنسبه الترجمه ديال الفصول من اطروحات كون حول قبيله جزنايا. الآن احنا بصدد الاطلاع على الدراسات الإثنوغرافية اللي تمت حول الريف. الدراسات الإثنوغرافية اللي تمت حول الريف كلها، يعني ما كاينش حتى استثناء واحد، كلهم داروهم الأجانب. لو كان شي حاجة داروها المغاربة ولا هذول المغاربة بشكل عام،
طبعا غادي يكون افضل، لكن ما عندناش هاد وخصوصا دابا هنا كنهضروا على دراسات اللي تمت في واحد الفتره محدده، واحد تاريخيه محدده، كانت سواء في بدايه القرن العشرين او على اقصى تقدير في منتصف القرن العشرين. ما كانش حتى شي مغربي ولا ريفي اللي كتب على هاد القبائل. دابا حنا امام معضله. اولا خصنا الاستفاده مما كتب، وما كتب بلغات اجنبيه، سواء بالفرنسيه في المنطقه الفرنسيه او بالانجليزيه، اعتمادا على المجهودات ديال الانجلوساكسونيين بشكل عام والامريكيين في الحاله ديال نوا ايتورياغل واكزناين، والاسبان في هذه الحاله وان كان داك الشيء محدود. هنا عندنا هذا المثال ديال غيريلي، كان هو ذو جنسيه ايطاليه. اذا خصنا اولا نترجموا هاد الكتب اللغه اللي في المتناول الجميع، طبعا بالاضافه كما قالت الاخت ناديه انه نقوم بواحد العمليه ديال التمحيص وديال التدقيق وديال نزع الشوائب اللي فيهم، عاد نبنيو على داك الشيء اللي تكتب، ونشوفوا الدارسين اللي عندنا اللي انه سمحت لهم الظروف ديالهم انه يكون عندهم مستوى اكاديمي اللي يسمح لهم باش يكملوا هذه الدراسات، ويشوفوا حتى التطور اللي وقع في هذا المجتمع ديالنا، المجتمع الريفي اللي كان قبليا في واحد الاخر، حاليا طبعا داز المراحل المتقدمه. هذا نشوفوا هذا النوع ديال التغيرات. طبعا هذا كيحتاج مجهود كبير، وكيحتاج الناس ديال المنطقه اللي طبعا عندهم غير على المنطقه. وهنا غنشجعوا حتى اللي كيديروا بحوث سواء ديال الماستر ولا ديال الدكتوراه ولا حتى ديال الاجازه، انهم يديروا دراسات على المناطق ديالهم بدل ما يديروا دراسات على مواضيع اللي بعيده بشكل نهائي. نرجع للسؤال ديال الزميل سي حكيم على فين وصلت الترجمه ديال الاعمال ديال كارلتون ستيفنز كون. اذا داخل في نفس الاطار، لان هو من الاوائل من الانثروبولوجيين الاوائل اللي جاوا للريف وداروا دراسه على قبيله اكزناين وعلى الريف الاوسط، وعلى حتى ضاف هو حتى تصنهاجه العمل ديالو، وان كان ركز على اكزناين بشكل خاص، وكان الاقامه ديالو كانت في هروشن بالتحديد. طبعا لحد الان انهيت حيت اخترت انه نبدا بالروايتين اللي عنده قبل الاطروحه ديالو الكبيره على ترايبز اوف الريف، هي قبائل الريف. اكملت الروايه الاولى بصدد انهاء الروايه الثانيه قبل البدء في الاطروحه. طبعا هذا يحتاج الى وقت طويل، يحتاج الى نفس طويل، ويحتاج الى مره اخرى سأضطر للانتقال الى الزنايا، وان كنت قد انتقلت عده مرات، ولكن سيحتاج مني الانتقال عده مرات اخرى لانجاز هذا العمل. هو عمل ضخم على كل حال. سيدي نتمنوا لك التوفيق استاذ في هذا المجهود اللي كتبذلوه، هو مجهود رائع. نتمنوا لكم التوفيق وكل لكم والدعم ديال القراء وديال الباحثين بطبيعه الحال باش توصلوا للمبتغى ديالكم. الاستاذه ناديه، نرجع للكتاب ديالك. سيرتي شويه حول على اصول ديال الايتي الطفل، والمعطى الوحيد اللي كاين هنا كنعتقد كتقولوا بانه ديال شي وظفت ولا نشوف الصفحه فين كاينه نتسمهاجي. نعم، كاين حكايات عديده ديال المواطنين بما فيها حكايات شفويه بحال اللي كنعتمدوا حول شفويه. إلا اعتمدنا على الحكايات الشفويه بما فيها المنافسه ما بين القبائل، هناك حكايه طريفه كيقولوا انه هاد الكلمه ديال ايتي الطف جاءت من كلمه الطف شد،
وانه شي مره كانت بحال المسابقه ما بين القبائل، وان تمكن زعما القبيله ديال الطف هما اللي اكتشفوا شي اكتشفوا شي حاجه صبع الطف طف طف طف، ومن ثم سميت سمي وهو نفس ولكن الأصل نفس الأصل ديال التسمية اللي وردوا موليراس. مولاراس شنو قال؟ الأصل ديال الكلمة أصل أمازيغي من يطف. وهاد الصنهاجيين واش عندكم شي معطيات حول هاد السميه منين جات؟ السمية واردة في بزاف ديال المصادر ديال يطف بنو معنى الصنهاجي، وهو كيرجع لها الأصل ديال آيثي الطف، يعني ما يقارب القرن العاشر ميلادية. ولكن كاينه إشارة ديال حمد الطاهري في الكتابات ديالو حول الريف وبلاد نقور بالأساس، اللي كيرجع الأصل ديالو يطفت النفزاوي، يطفت النفزاوي بنو لاوا، اللي كيرجع واحد 5 القرون قبل الأصل اللي عطاها أنخيلو غاريلي. يعني كيرجع الأصل ديال آيثي الطفت إلى القرن الخامس ميلادية، يعني كيرجع الأصل ديالها قبل. بالنسبة للمونوغرافيا اللي ترجمناها، هو يعني المعطى التاريخي الوحيد الأصول ديال آيثي الطفت من السلالة الثالثة الصنهاجية. يعني هذا هو المعطى الوحيد اللي كاين. عندكم شو معطيات في هذا الشيء الأستاذ العزوزي؟ نرجع الاول للسميه، لان المرجح جدا هو الاسم ديال يطوفت هو كلمه امازيغيه تعني النمله بكل بساطه. تيطوفت هذا من ناحيه ديال التسميه. ويطوفت دابا اما نرجعوها للاصل الصنهاجي، هو اصل يعني الصنهاجي راه جات من إزناغن، من الاسم. وحتى راه الى رجعنا حتى إكزناين، راه الاصل المعنى ديال إكزناين هما إزناي، حيت في إكزنايا لا ينطقون الكاف في وسط الكلمه، كتولي إزناين وإكزناين، هما زعما إصنهاجن الى إزناغن نفس الشيء. الى شفنا على مستوى الطوبونيمي في الخرائط القديمه ديال آيتي الطفت، جهه البحر، كنلقاو بان اغلبيه ديال الاسميات الاصل الغماري. الشيء الذي يعني ان الغماريين كانوا في المنطقه قبل دخول الصنهاجيين، انطلاقا من جزيره بادس في حد ذاتها اللي مسميه البينيون دي فيليس دي لا غوميرا، يعني ديال غماره. وكاين مجموعه ديال حتى مثلا الواد الداليه اللي قريب للجزيره، الاصل في الخرائط القديمه كنلقى بان مكتوب فيه الريو ديال الغوميرانو، يعني وادي الغماري. والرؤوس المجانبه كنلقى بونتا ديال الغوميرانو نفس الشيء. يعني دائما كنلقاو السميات وبادس في حد ذاتها مسميه فيليس دي لا غوميرا، يعني ديال غماره. هذا من ناحيه ديال هذا غير من ناحيه ديال الاصول التاريخيه، اللي كيعني انها هي مزيج. لان الغماريين كانوا في واحد المده، في واحد الفتره تاريخيه شادين الشمال بشكل كبير. الصنهاجيين حتى هما لان من المنطلق من الجزائر الى شمال المغرب، انا كنهضر على اذا حتى هما جزء من اذا هذا كاين هذا الخليط هذا، لان الاصول فيه هذا الخليط ديال الغماريين والصنهاجيين وطبعا النفزيين الى اخره. أستاذ نادية، ما أثار انتباهي أيضا هو المسألة ديال عدد السكان. عدد السكان في الكتاب ديالكم في صفحة 15 كيقول أنه كيتراوحوا ما بين 4000 و 6000. وفي آخر إحصائيات ديال وزارة الإحصاء في المغرب، ولا المهم الإحصائيات اللي دارت في 94 كان 10066 نسمة. وفي الإحصائيات ديال 2004، وهذا الشيء موجود في الموقع ديال جهات الحسيمة تازا تونت قبله، هذا المعطيات جبتها، ماشي كانت باقي الحسيمة تابعة لتازا وتونت، أو لا هما تابعين الحسيمة. وفي الإحصائيات في 2004 كان 9870.
تخيلوا معايا من 1925 ل 2004 ما تمكنوش حتى يدوبلوا هاد السكان، واش ما كيتوالدوش ولا فقطنا الهجره؟ بطبيعة الحال حنا ما نقدروش نهضروا على إحصائيات مضبوطة لا عند غاريلي ولا إحصائيات أخرى. وغاريلي كيقول بأن الإحصائيات ماشي مضبوطة، وكيقول حوالي يعني راه مخلي واحد 2000 ديال الشك ما بين 4000 و 6000. وكيقول بأن الإحصائيات يعني في العدد ديال السكان بالنسبة للقبائل كاين طريقة أخرى ديال الإحصاء، هي النسبة يعني الفئة القادرة على حمل السلاح اللي كيحصرها هو في قبيلة أيثي الطفط بين 900 و1000 فرد قادر على حمل السلاح. يعني هو وضع هذا الفرض ديال السكان. هذا اسمح لي على هذا الشيء ديال رفع السلاح، تذكر اكثر من مره، جوج مرات في الكتاب بحال ان هذا يطفل الحرب. تذكر انه في الصفحه نيت 16 ان تم تقدير ساكنه القبيله بناء على قوتها العسكريه المقدره في 900 الى 1000 بندقيه شخص حامل للسلاح. ياك لاباس؟ لا سي سعيد، تعرف بان الطريقه ديال الاحصاء، كانت هذه طريقه ديال الاحصاء. يعني ماشي بالضروره يكون حرب، وانما كيشوفوا ديك الفئه اللي قادره تكون، يعني كما كنقول حنا دابا فئه الشباب ولا في الهرم السكاني، هي ديك الفئه اللي قادره تكون يعني قادره تواجه، ولا ديك الفئه اللي كتوفرها كل قسمه المشاركه في الحرب. يعني كل قسمه كتكون عندها واحد الفئه اللي قادره انها تشارك في الحرب، يعني تاهبا وخا بالضروره ما يكونش حرب. وبالنسبه لأيثي الطفط يعني الاحصائيات اللي دارهم غاريلي بنيين على هذه القضيه هذه. السلاح موجود. لا سي سعيد، غير باش نعطي نقطه، لان ماشي غير في أيثي الطفط، في جميع القبائل في الطريقه القديمه باش ما كانوش كيديروا الاحصاء باش يشوفوا مثلا الاسره شحال فيها ديال الافراد ولا يشوفوا هذا. اذا شنو كيديروا؟ لان كل قبيله في الاوقات ديال هذا يا كينطلقوا بان كل شخص قادر لحمل السلاح هادو كنحسبوا غير الذكور، يعني ما كنحسبوش الاناث. هنا كنعتبروا بان بحال كانه هذا الانسان هذا يعني بالغ منطقيا متزوج رب اسره، يعني بحال اللي كنديروا واحد المعدل ديال كل واحد عنده ما بين 6 الى 8 افراد في كل اسره. اذا كنديروا الاحصاء لان من السهل نحسبوا مثلا أيثي الطفط منين داروا هذاك شحال قدروا يقدموا من الناس اللي قادرين على حمل السلاح. الى قدروا يعطيو لنا 1000 واحد، كنقدروا الاسره غادي تكون فيها ما بين 6 الى 8 اشخاص، كنقولوا بين 6000 و 8000 تقريبا. دابا حاليا كيطبق لجميع القبائل. دابا حاليا كنلقاو مناهج ديال الديموغرافيا بحال مثلا المنهج ديال اعاده بناء الاسر كيعتمد نفس المنطق. يعني الا فكرت انا مثلا انه كاينين 3 ديال الاسر، الا خديت اسره واحده نموذجيه شحال افراد العائله عندها، دونك غادي نضرب انا ابوبري شحال غادي يكون من اسره، وغادي ندير واحد العمليه حسابيه لذاك العدد ديال عدد الافراد في عدد الاسر، وغادي يعطيني ديك التوتال اللي كيقولوا بحوالي كذا. يعني غير حساب تقريبي وصافي. اوكي. نمشيو لواحد الاخر ديال هضرنا عليها في حق الموارد الماليه. صحيح انه المناطق اللي تشار ليها هنا السي غيريلي انه موجوده بعض الغزاران، بعض الوديان، بعض الابار، بعض وخاصه في المنطقه ديال السناده ونواحيها سناده وسيرتو سناده لانه هو ركز لنا قريبه اللي بقوين، دوك البحث ديالو ركز تما. اما قلت بعض المناطق الاخرى فغابت بشكل كلي نهائيا، علما انه كاين موارد مائيه مهمه وكاين العناصر مهمه، العناصر كاين ثروين مختصين، كاين ثرى الى حدود اللي عقلت عليها انا دابا جفت، الكثير منها جفه بسبب الجفاف ولا بسبب سوء التدبير ولا فرشة المائية. لأن كاين في سناده الآن الناس سكان تشكي كيديروا لي سونت، كيهبطوا خاصة جايين السوريين كيعرفوا عندهم تقنيات، كيهبطوا ويجفوا المياه من أعماق وكيديوها يزرعوا بعض المزارع تما الناس اللي عندهم الإمكانيات، وخاصة الناس الزاوية الوزنية إلى باقي كاينين، في حين ان السكان العاديين بداو كيعانيوا الان من الجفاف وممكن يجربوا حتى ما يشربوا.
في الوقت اللي كنت كنقول انه كاين ثاروين دوك العيون اللي كانت مختصه، مثلا في الوقت اللي غطيب اللوبيه ولا العدس ولا هذه كتمشي خصك الماء ديال ثران سعيد او ثران بيرن. في الوقت اللي الساقي ولا الشرب ولا شي حاجه كتمشي بالنسبه لنا الروضه في توفيس. كان كل ثدارت كل دار عندها البئر ديالها، والى حدود الان رغم ان الاغلبيه الان هاجرت وتقريبا تركت توفيس للصامدين هناك ولا اللي ما عندهمش بدائل اخرى. وهذا الشيء ديال المياه التدبير ديالو ما تطورش يا استاذ العزوزي، ما تطورش الا حتى ما بعد الاستقلال بقى هيدا الناس عايشين مع وسقان ثراء وما كاينش شيء. سعيد ربما ازداد تدهورا. الى نعطيك جوج ديال الامثله. ناخذ اكبر عين في المنطقه ثران بادس زرتها في عده فترات، ودائما كانت المياه ديالها تبارك الله. كانت اخر مره زرتها هذه السنه جفت نهائيا، ما بقى فيها حتى نقطه ديال الماء. تصور انه العين اللي قرون وهي كتسقي، انه كان يقال بانه هي العين الحقيقيه لنهر بادس كله، وكتسقح الى حدود مدينه بادس، يعني من سناده تقريبا 14 كيلومتر. حاليا جفت نهائيا. نجيو لهذاك المنخفض، يعني السهل الوحيد اللي كاين عند ايتي الطفت هو البلاصه ديال سناده، ابتداء من سيدي يونس الى سناده. هذا غير في الوقت اللي مشى كايرين لي لاحظ بان كاين ما يفوق 40 ثانيه ديال الماء باش كتسقي دوك الاراضي هذوك اللي كاينين. دابا حاليا الا مشيتي تما راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، يعني كانه كنرجعوا للور. والفلاحات طبعا ملي كنهضروا على الموارد الماليه كنهضروا على الفلاحه، على الزراعه. يعني داكشي كيرجع للور بدل ما يزيد القدام. هذا هو اوكي. بالنسبه للثروات ديال قبيله هيطس، في الوقت اللي كنمشيو كيهضر الكتاب على النبات والوحش كيحيل لنا على الكتاب ديال اي قوين. حرفيا كيقول لنا النبات والوحيش من قبيله هيطس مماثل لما نجده في قبيله بقوين، لذا نعتقد انه من غير المجدي تكرار ما اوردناه في الفصل الخامس من غرافيه قبيله بقوين. ما كاينش فيما يخص. اللي مهم هو انه فيما يخص اللي اثار انتباهي ايضا كاين مساله ديال تجاره التصدير. ما عرفتش انه تجاره التصدير انا بالنسبه لي بالنسبه للزراعه كاين طبيعه الحال، كاين الحبوب وكاين القطاني وكاين المنتوجات الفلاحيه، لان وكاين ذاك التعامل التجاري اللي كان مع باز بشكل مباشر او التطوان، ولو انها كانت بعيده نظرا لوسائل النقل ذاك الساعات في الاخر. ولكن اللي بغيت نقوله انه هذاك الشيء دائما كان بالتنسيق مع باقي القبائل الاخرى لتسهيل الوصول الى حتى تطوان مثلا. اللي بيكون تنسيق ويكون تعاون ويكون تآزر مستحيل انه يوصلوا وحدهم ولا يبقوا وحدهم حتى لتطوان. بالنسبه للاخر الصناعه هنا، هذه هي النقطه اللي عندي عليها ملاحظه. الكتاب كيقول لا يوجد أي نشاط صناعي ذي أهمية في منطقة هيطس باستثناء ما يصنعه الأهالي من أدوات عادية من الحلفاء من قبل الإخراج والقفف والحبال والسلاسل. أنا خلقت في الستينات ونتذكر أن كانت صناعة وخاصة إحداد مزيرن إيرا صنعان صاشديت، صنعان نيجار زيمان، صنعان حدايات، صنعان ومزكار كنسقى في الصغيط إلى غير ذلك.
من بعد طبيعة الحال يوقع الاندثار، لأن ما تطورش داك الشيء باستنزاف في الوقت اللي الناس خرجت للخارج، بدات كتشري من بن حذيفه، تشري من تطوان، وتشري من حسيمه السونتر، وسمحوا في الانتاج المحلي. وكاين صناعات تقليديه ولاتي بارديوين، إيغاريان. هذا الشيء كان الى حدود الستينات السبعينات، الناس كانت باقي كتتاجر في هذا الشيء هذا وكتصنعه، ولكن الان ضفر. كنظن كاين الاشاره للادوات المحليه، الاستعمال المحلي من ادوات فلاحيه، هذا كل في جميع القبائل، غير من ناحيه ديال بالنسبه للحداده. المعروف انه 4 سطور بالضبط، هي 4 سطور. نعم. هو هذه ملاحظه عامه على مونوغرافيا تاتي الطفت، انه ما دارش بنفس تعمق مقارنه مثلا مع المونوغرافيا ديال بقوين، وان كان المونوغرافيات كلهم يعني محدوده في التعمق ديالها، في الدراسات ديالها، ماشي بحال الدراسات الاثنوغرافيه الكبيره ديال كون ولا ديال هارت مثلا. كنت غير الملاحظه ديال حدادن، وهذه ظاهره عامه في القبائل ديال الريف الاوسط، انه حدادن هي مهنه يزاولها اللي كنسميوهم يمزيرن، وهما اصلا من ايتوسين. ونفس الشيء حتى بالنسبه ليتي الطفت، وهذوك ديال ايتي الطفت خلاص جايين من اصل من ايتوزين، ولكن جايين من امزيرن ديال ايت مزدوي، وهما اللي كاينين لحد الان. الى مشيتي لسناده راه لحد الان مازال نفس المكان ديال الحداده، قريب من الدار ديال الشريف الوزاني، اللي عاد كينتج نفس تشطيه بيغاسيوين حضرين. كانوا في توفيست، كانوا جوج على الاقل، جوج. بصح انه الناس غرباء، انا كنت باقي صغير جدا، كنت كنمشي مع العائله باش كيجيو امزيرن من بعيد، كيديروا داك الحانوت ديال هذا. هذه معروفه، ماشي غير في هذاك، حتى عند الورياغليين، حتى عند يعني حتى عندنا احنا نفس، دائما كيكونوا نفس الناس، وتقريبا من نفس العائله ديال المزيرن. ناديه، عندك شي حاجات تضيفها فيما يخص هذه الصناعه في الريف بشكل عام؟ في ذاك الزمان ديال الريف بشكل عام هي كانت يعني معتمده على المواد المحليه، يعني المواد المحليه ما كانش من غير الحلفه والحديد وهذا، يعني ما كانش بالامكاننا ان ننتجوا صناعات اخرى، يعني الموارد كيحتموا عليك واحد النوع ديال الصبر. مثلا كانت صناعه الصبر في حسيمه كانت سابقا في عهد الاسبان، ولكن نهضروا عاوتاني على العنصر اليهودي اللي كان حاضر في قبائل الريف كامله، يعني ولو انه كان بواحد النسبه اللي هي محدوده، ولكن هذا الفئه اليهوديه كان عندها واحد الدور كبير في الصناعات وفي التطوير ديالها في الريف ككل. على ضوء هذا العنصر اليهودي استاذه، هي اللي قريت يقال انه المقبره الوحيده ديال اليهود اللي موجوده في الريف موجوده في سنده، الى حدود الان كاينه، وان المقبره الوحيده اللي ما اهتموش بها اليهود هي مقبره سنده، لان كل مناطق اخرى كيهتموا. هنا في اوروبا ما يمكنش تقرب عند اليهود ولا كاع تهضر عليهم، الانتيسيميتيزم والدكتور. في ذاك السنده دمروا كل شيء، دمروا ذاك المقالع وذاك المقابر وذاك المياه. غريب. لان اصلا ما كنظنش واش كانت لهم مقبره بوحدهم، بانه وقيل في موريليس قريت بانه الا مات شي يهودي في الناظور ولا في بلاصه وكيهزوه من التما يدفنوه. تفضلوا عطيات هادشي. اكيد المقبره ديال اليهود في سنده معروفه، ولم يتم جمع الرفات ديال اليهود المتبقين الا في السبعينات والثمانينات، يعني قبل كان ما بقاوش نهائيا، ما بقى تما حتى عظم واحد. وهذه الدريصه كاين البلاصه حاليا حال ديال المقبره، ومشيت عندها عده مرات وسولت الناس ديال المنطقه، ما كاينش عظم واحد تما. تجمع كل شيء، وان كانت هي من القدام كانت مقبره يعني كبيره ديال اليهود، وكانوا بحال قال مونيراس انه حتى اذا كانوا توفوا شي بلايص اخرين كيجيبوهم حتى لذاك المقبره، لان كانت علما بان كانوا مقابر اخرى، ولكن ماشي بنفس الحجم ديال المقبره ديال سناده. كنعرفوا بان كاين مجموعه ديال الدواوير في المنطقه
فين كتسمع الدوار ديال هارون. نعم هارون عرفت سواء في بني جميل، سواء في حذيفه، سواء في هذوك ملي كتسمعي هارون كتعني راه متشر يهودي، متشر لليهود. كنعرف جوج هارون في بني حذيفه، تحدى بني حذيفه هو هارون، كاين هارون عندنا في اذا ولكن دابا حاليا مادام اليهود يعني عادوا كلهم لهذاك الاسرائيل حاليا. كاين اللي عاد لاسرائيل وكاين اللي اندمج واسلم لانه ما يقدرش يهز الراس، راه كيبزقوا عليه. دابا حاليا في هذا الوقت هذا لا اعتقد انه بقى شي يهودي كيدور هنا في الريف. انا مثلا في اطار البحث كنلقى في قبيله كزنايه بالضبط، كنلقى واحد المضاجع بحال مثلا قبيله حضريه ولا مدشر حضريه، كنلقى بان كيقولوا باللي راه هذا الاصل ديالهم يهودي، ولكن اسلموا عبر 3 أجيال مثلا ولا 4 أجيال ملي هما سلموا في عهد الاستعمار عند ذاك الوقت. يعني هادو بالنسبه للعناصر اللي اندمجوا. تفضل استاذ رشد. مداخله صغيره سي سعيد، غير انا كريفي ما كيعجبنيش الحال نسمع راه عادوا لاسرائيل، راه هاد الناس هادو ولاد المنطقه عبر قرون كيفاش عادوا لاسرائيل دابا هادشي. واقيلا كنظن انا هذه زله لسان من الضيفان الكريمين اعتقد. ماشي زله لسان حاليا تسمى هذاك، لان رجعوا لاسرائيل ماشي رجعوا لفلسطين، لان ماشي فلسطينيين رجعوا وما كيحسبوا روحهم يهود. والمخابرات الاسرائيليه يعني الا خدينا غير المثال ديال شنو وقع في الستينات، منين صفقه مع الحكومه المغربيه انه تصيفطوا بواخر من هذاك، والمشكل اللي وقع ذاك الباخره اللي غرقات والوفاه ديال مجموعه ديال اليهود الى اخره وسيله الضغط على يهود مغاربه الى اسرائيل. هذا ولا كاين هذا وبالنسبه لليهود دائما كنحتضن اليهود، وخاصه اللي جراو عليهم النازيين والفاشيين في اسبانيا، وكانوا مستقرين في كل المناطق بما في الحدود الان في مراكش اللي جبرهم، الصدرات جبرهم في تطوان، جبر الملاح وهذا ناخذ بالنسبه لليهود اللي كانوا عندنا في خصوصا فايتي طفتوا في راحويت قميل. اغلبهم في بدايه القرن العشرين وحتى في منتصف القرن العشرين انتقلوا الى نواحي الناظور قرب من ليبيا. اوكي نمشيو. استاذه عاود ما اثار انتباهي هو انه هي الطفط يصير حديد فيها الحديد، معمل حديد، صفحه 34 يقول لم يتم حسب علمنا إجراء أي رصد جاد في أي عمليات سير الوقوف على قيمة ما يختزنه باطن هذه القبيلة المعادن. وقلت ومكتوب هنا تمكنا بالطبع من معاينة تمظهرات خارجية لمعدن الحديد في ظهر ثم داكوت هذه اللي سنقول في مرتفع توفيست، ويتعلق الأمر بالهيماتيد البناء الرمادي الغني بالحديد إلى غير ذلك. أنا كنقول لك هذه المنطقة أنا كان فيها علامة أنا أتذكرها جيدا بعد ضطرت، والدولة ما دارت حتى شي بحث. ونيت كتهضروا أستاذة بأن هناك لتحت في نفس الصفحة 34 أما فيما يتعلق بالمطالب المنجمية التي تهم قبيلة الطفل والمقدمة إلى لجنة التحكيم في باريس فتعود للإخوان مانسمان المطلب رقم 121 والمجموعة الإنجليزية لشركة مناجم المغرب ماروكو منين سندكات انظر المطلب رقم 170. وحسب علمي لم يتم قبول هذين المطلبين بعد من طرف لجنة التحكيم المذكورة، وبالتالي لم تحصل الشركتين للترخيص إلى كذلك. هذا الشيء اللي كيقول سي غيريلي، بمعنى ذاك الأرض لازالت فياج كما كيقولوا الفرنسيين، وأنها إلى حد الآن لم يجرى أي تنقيب في المنطقة، وأنه ربما أن الريف ذاك الجبال الشامخة أن ربما فيها معادن. لماذا لا تستفيد منها المنطقة في المستقبل إن اجتهد المغاربة وتجاوزوا المحن، لأن نحن نجتاز عدة محن بطبيعة الحال.
بالنسبة يعني المنطقة، أنا حسب علمي يعني مصادر أخرى ولا مراجع أخرى اللي دارت إشارة لهذه المنطقة أنه كانوا صفقات معدنية حول المنطقة ولم تتم. يعني دائما الريفيون ولا السكان المحليون كانوا يرفضون يعني أي مساس يهم منطقة يعني هذه المنطقة قبيلتهم. وبالنسبة للمعادن اللي كيذكرها إنخيل غاريلي، يمكن ما كانش كترقى لديك الأهمية اللي غادي يجي يعني اللي غتكلف المستعمر انه يستغلها. علما ان المعادن اللي ذكرها لأنها هي المنطقة قريبة للبدس البحر أكثر من جبال هي قريبة، ولكن إلى غير ذلك. ولكن هي الغنى المعدني ما كافيش باش يعني باش ديك العدة وديك الثمرة كاملة اللي غديرها دولة استعمارية باش أنها تستغل واحد المعدن. ونهضروا عاوتاني حتى على الصد، يعني الممانعة ديال أبناء المنطقة. يعني إلا هضرنا على الصفقات المعدنية كاملة اللي كانت في المنطقة كلها باءت بالفشل نتيجة المقاومة ديال التفطيين. يعني هما كانوا كيرفضوا أي مساس يهم قبيلتهم. هذا من الجانب ديالي يعني مستقاة من مراجع أخرى. وبالنسبة هو كيقول بأن راه علما أن المنطقة كانت خاضعة للاستعمار، فإن يعني أي مطلب كان كيتم لهذا اللجنة كان كيتم الرفض ديالو، ولكن ما قالش لنا الأسباب هذا لأنه هو اللي هضر ماشي أنا. غير ترجمتي للعربية. إذا ترجمنا للتمازيغ غادي وكاين جي نتمن. غير في موضوع الثروة المعدنية خصنا نعرفوا بأن هذا المونوغرافيا كتبت للإسبان للسلطات الإسبانية باش تعرف شنو هما الموارد اللي كاينين في القبيله، واش هذا يشجع الاستعمار ديالها ولا لا يشجع، يعني شنو كاين فيها هو بالضبط. هذه المعلومات اللي عنده يستقي شويه ديال المعلومات من خلال هذه المطالب هذو اللي داروا، لان هذو اصلا فحال مجموعه الجزيره لشركه مناجم المغرب قدمت مطلب باش تستكشف يعني لا غير متاكده واش كاين هذا المعدن هذا ولا ما كاينش. وهو سواء بالنسبه لبقوين سواء بالنسبه للطفت كيقول بان كاين تمظهرات ممكن تكون، ولكن ما كيعنيش بالضروره، لان هو باش نتاكدوا من المساله خص تم عمليه ديال الصبر، عمليه ديال البحث التنقيب واش فعلا كاين هذه المناجم هذو، بالاضافه واش كاين الجدوى ديال الاستغلال ديالها، لان ربما تكون تمظهرات صغيره ولكن لا ترقى الى درجه انه الاستغلال خص يكون مربح. ولا رجعنا انه بعد هذا الشيء يعني منين تمت الحمايه المعادن اللي استغلت ما كانش هادو اللي ذكرهم غيريلي، سواء بالنسبه لبقوين ولا بالنسبه لتيطفت، بل تم استغلال بقوين لا تم استغلال معدن اخر اللي ما شارليش غيريلي، هو المعدن ديال البلوم ديال الرصاص، سواء في بوسكور او في هنا في هذا واد بادس اللي تابعنا هذا الايتي الطفت. وما المناجم اللي كانوا كلهم اللي داروا اللي استغلوا الاسبان عندنا في الريف الاوسط. طبعا المناجم ديال الحديد كانوا في الريف الشرقي في جبل ديال اكسان. اذا هذا الاختلاف. وهو لنا غير اللي تحدث حتى عن البترول، ولكن ما كاينش هذا ديال ومن يدري ماذا مشى المدى ربما يرجع بترول. استاذ الكتاب نيت كيتحدث على الصناعه السمكيه، وهذه اللي جمسوي ايطوني شويه. الصناعه في الصفحه 35 في اطار الثروه السمكيه والصيد البحري، مكتوب: وستسمح تهيئة قبائل هذه المنطقة بالتأكيد بالنمو المنتظم للصناعة السمكية التي تعد بنتائج جيدة تشمل كل المنطقة الساحلية. ذاك الساعات كانت الصناعة السمكية في الطفل؟ لا تفضل. يعني هو هكا بروجي، يعني واحد المشروع اللي ممكن تستفد منه إسبانيا داخل الطفل. وبالفعل هو ما تم لاحقا. يعني هو كيقول لك بان الساحل المتوسطي فيه ما يكفي من الاسماك اللي نهار فاش غادي نستعمروا المنطقه
غادي نديروا صناعه سمكيه. وهو ما تم فعلا داك المعامل ديال التصبير اللي كاينين في الحسيمه راه انطلاقا من الاستفاده من السمك اللي كاين على طول الشاطئ، على طول الساحل. اوكي. بالنسبه للاسواق، كاين بطبيعه الحال سوق الاربعاء ديال السنده، ولكن التفتين كانوا دائما الا بغيت نقول كيسوقوا الرواضي ولا بن حذيفه اخطر من كيسوقوا سنده فقط. هي اللي بغيت نقول واحد سوق اداري، ان كيمشيو الناس يقضيو مغارض اداريه، وهذا الشيء ما بعد الاستقلال. قبل الاستقلال لا ادري كيف كانت الامور، ولكن لان القرب مثلا بين توفيست منطقه الربع عن توفيست زي بن حذيفه 5 كيلومتر، سنده 10 كيلومتر. دونك الناس تفضل ان تذهب الى بن حذيفه خير من تذهب الى سنده الا لاغراض اداريه. وهذا الشيء الناس قاومت من اجله باش يدار سوق محلي مثلا في توفيست، وكان دار شي وقت، ولكن باقي كيتسوق تما شي وحدين هذا سوق السبت، لان الوزاني كان اعتراض مطلق باش تنقل يدار شي سوق اخر في شي منطقه اخرى، كيقول بالحمايه لسوق سنده. هذا الشيء لمآرب اخرى بطبيعه الحال. واللي بغيت نقول انه هاد الاسواق هي ملتقى الناس، ملتقى الناس يتزوجوا، الناس يتعرفوا، الناس يتعاشروا، الناس يديروا صفقات، الناس الى غير ذلك. وهذه الاسواق لعبت ادوار تاريخيه في الريف، وكنعتقد في كل المناطق اخرى ديال المغرب. والمخازن الحبوب، انا اللي عرفت كل واحد كان عنده المخزن ديالو مسقى تسرف. المخازن دابا هنا شفت بان كاين 3 المخازن، واحد في عناير، واحد في توفيست قرب ضريح سيدي الحاج يحيى. ما كيقول لي شي حاجه انا شخصيا هذا الحاج سيدي الحاج سيدي يحيى، ولكن واش المخازن جماعيه زعما شنو ممكن تكون ذاك الزمان؟ واش مخازن جماعيه الناس كيجمعوا كل شيء المحاصيل ديالهم الزراعيه وكيجمعوها في واحد البلاصه؟ هذا الشيء في الصفحه 35. ام انه مغارب فرض خصنا شي حاجه شي طريقه لا غير باش تسند فيما يخص المخازن الحبوب كاينه تكاريف. نشن على يجن فكره عامه بان وغنغشي نفس النوع المخازن الجماعيه مخرجه الجنوب المغربي يمازيغ الاطلس لان تيغاس مليني منظم بشكل كبير، ولكن شنو المخازن الجماعيه القليله لا غنغاريف سواء قيتي سواء غير قوين شكل لوانتي يعني تيري تسلافين نفس النموذج نسلافين الشخص المنتظر يعني الشخصيه تيري 10 15 20 نسلافين كلش توحدث، ولكن كل جنس نسلافين سميت جا ولكن تقجو مكان لا وتحطم شيء تجانا تحضر الوالين غنا فيك لان الحاجتي غانك اكسيدي يحياني غاك مخصص قناك شي اكشو مرابط وغاس تقارب حد مثلا انزا مثلا بالنسبه لبقوين راح نقيلثن غغبر اك ونظر حاجه انا في ما نقرا اذا تسمع يذكر الحرمه ومرابط انت تيجي الدفاع انت تيجي حمان اللي سلافي النيتني والنيتري بينما مثلا غير الاطلس تيري غاس اساسي ناس تيري غاس يعني بشكل منظم، ولكن لا غنغدي سلافين شخصيه كتازي سلافين جماعيه. لاني المساله الهجره كان بحال الريف كامل كان كيهاجروا الجزائر، ولكن لاحظت بان كاين واحد الهجره تقريبا كبيره لطنجه في اطار شي صفقه ديال الدفاع على طنجه ضد البريطانيين، وشكلوا تما حومه كامله ديال الاخر. كنا كنسمعوا بان اليتفتين هاجروا في ذاك الزمان، ولكن جبرت واحد بنوع من الدقه انه السوق واحد المنطقه شتا هنايا طنجه شي حاجه، وانه كان حتى المقدم عليهم هو ايثي التفنيت. عندك هذا المعطى استاذه تعقلتي عليه؟ المهم هذه الهجره كتهضر عليه في الصفحه 36. بالنسبه للمعطى ديال الهجره تفضل. لا فقط انه الهجره فيما بعد خذت منحى خطير جدا، نسخت كل شيء.
الناس خوات في واحد المرحله لاوروبا 64 ذاك الستينات السوريه ما بعد 150 احداث انتفاضات 150 59 هزوهم شي بزاف ديال الشباب هزوهم لاوروبا، واللي بقى مشى لطنجه ومن بعد بداو كيرحلوا حيت المنطقه كترجع غير للور، ما كاينش تنميه، ما كاينش طرق وهذه. واحد الحاجه اللي ما شفتهاش في هذا الكتاب هو ما هضروش على المسالك الطرقيه، الرابطه ما بين المداشير والدواوير وهذه، علما انه فين قريت شي حاجه انه ذاك الطريق مثلا ابن حديثه مريقه كان دارها كريم الخطابي، ولكن من بعد لان كانت مجرد بيستا، ومن بعد جاو الاسبان رصفوها، ومن بعد في الوقت اللي جا الاستقلال قلعوها وخلاوها هيداك الى حدود هذه الحكومه التناوب، وعاود صوبوها دو نوفو صوبوها من جديد. وفي هذا الشيء الهجره شنو ممكن تقول استاذه؟ كنت تهضري. ماشي مشكل. بالنسبه للاشكاليه ديال الهجره ولا الاخر ديال التحدي ديال الهجره كان حاضر في كل قبائل الريف، غير هو قال اللي شار ليها بطريقه انه كانت الهجره متاحه بالنسبه للتفطيين. الامر اللي توقف في بدايه الحرب ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد الاسبان، يعني فين ولاو للتفطين كيلقاو واحد الصعوبه ديال الهجره، ولاو كيلجؤوا للمنطقه الفرنسيه، يعني ابتداء من كزنايا، باش كيلقاو يعني طريق الهجره اسهل، يعني كينتقلوا برا، يعني بدلوا الطريقه ديال الهجره اللي كانت الاولى. ولكن فاش خاض محمد بن عبد الكريم الخطابي يعني حرب ضد السلطتين الفرنسيه والاسبانيه، ولاو عاوتاني لقاو صعوبه اخرى يعني في الهجره. بالنسبه للقائد ديال يعني المهاجرين اللي كان كما كنقول حنا شي واحد اللي كيضمنهم، اللي كيضمن يعني الاستمرار ديالهم تما، واللي بحال هو اللي كيلقى لهم الخدمه يعني تما، يعني في هذوك المزرعه ديال المستعمر، وكيحدد النسبه المده ديال الخدمه ديالهم والراتب ديالهم اللي كيتحدد له فيه هو واحد النسبه. يعني هادو كانوا منظمين ديال الهجره، يعني كانوا في كل قبيله. ولكن ممكن نقول بان قبيله كزنايا كانت فيها الهجره نحو الجزائر يعني بواحد اكثر حده، يعني بواحد النسبه اللي هي كبيره. على ذكر عبد الكريم الخطابي، ان الكتاب ما شار ليه شي كاع، ما عندها في شي فاد من كاينين في لي ريفيرونس في لاباج 53 لاباج 66 اللي كيقول فيها على اثر احداث، كيسميها احداث بحال اللي كيسميو دابا ما كيبغيوش يسموا الاسماء باسم مسمياتها، ثوره عبد الكريم الخطابي ولا شي حاجه، على اثر احداث 1921 هذه الصفحات اللي تقول انضم التفتيون إلى صف محمد بن عبد الكريم بفضل التأثير السياسي لسيدي حميد الوزاني، ولا زالوا إلى جانبه إلى يومنا هذا، وقد شاركوا في الهجمات ضد جزيرة بادس، وأرسلوا قواتهم للالتحاق بحركات الزعيم الريفي. ونعلم أن محمد بن عبد الكريم قد أنشأ في سندة مؤسسة للدعاية السياسية لفائدة المقاومة، وضع على رأسها سيدي حميد الوزاني نفسه، وقد زودها بخط هاتفي. هاجر العديد من التفتيين إلى طنجة، خصوصا من متشر ابن عليثن، حيث أصبح في الوقت الراهن أحد أبناء هذا المتشر المسمى سلام بن عمار بن علي، مقدما على مجموعة الريفيين القاطنين بطنجة الذين يناهز عددهم 1500 نسمة. 1500 نسمة. بالنسبة سعيد واحد النقطة فيما يخص نعطيك واحد المعطى هنا على ضوء الهاتف اللي كان دار عبد الكريم الخطابي في سنده. كان انا اتذكر دابا واحد الهاتف توفيست في واحد الدار سميتو عبد السلام حاج موحد، عنده واحد بنو سميتو باغاما، كنقولوا باغاما. كان هاتف عبد الكريم الخطابي بقى تما الى حدود وقع الزلزال اندثر. سولت واحد المره بنو في الوقت اللي بديت نهتم نكتب الكتاب ديالو، قال لي راه كلشي تدمر في ذاك الزلزال وسمحوا فيه، ما عطاوليش القيمه. كان هاتف، انا كنت دخلت الدار ديالو كنت صغير وكنت كنشوف هاتف عبد الكريم الخطابي، دونك كان دار شبكه الهاتف في كل مناطق، العديد من مناطق الريف. تفضل استاذ ديالي.
غير واحد النقطة فيما يخص الهجرة. هو تحدث طبعا غيريلي تحدث عن الهجرة إلى خارج هذه الطفل. أنا بغيت ندير الإشارة من خلال التوبونيميا، يعني هو الهجرة المعكوسة، يعني الملتحقين بقبيلة الطفل. إلى شفتي غير مثلا في قسمة، خصوصا في قسمة الواديين أو التيغالين، كاين تما إمزوجن. نعم. اللي جايين اصلا من الزوجن ديال قرعين. اي الشيكا نفس الشيء، هي من اتحاديات قرعين، ويحرشونن اللي جايين ما يتحرشون من بقويد. يعني عندنا 3 ديال المداشير من 1 2 3 4 5 3 من 5 اللي ذكرتي استاذ كلهم كيهضروا العربيه. فين الزوج وكذا وشنو تني نظن كلهم الزوجن ذي شيكا ذي حاشونن. هادشي كانوا السيرشي حاشون سورة مزيغ. تعرف شوف من غنيش غير تسمى البحث خمانيني سكوي سورة تعرف سكوي لنا سورة تعرف سكوي سورة مزيغ. ذني شحال سورة مزيغ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اول حاجه ايت عيسى اشتوانان ازاروالان ايت ابو حوثان ايران ايت شعيب الحاج بوكار. بالنسبه للسور تعرف ذي السناده ازاريا حلبنيشي كرام زوج مسك العرس اسمى رعمار بوسماضه دوار بوجيده الزاويه باب شتوكا الزيتونه بوحساين تغزه تيغرجين وزخت يحاشونان مرنسا عماير. انا كلشي السور نتاع اش ماشي تعرف عرف خاص كيقولوا ذاك قديم ذاك تفونس ذاك غير دوك من ذاك كيزيدوا ذاك الصغر اي ما الصغر عمر الصغر جامي سونتي والله بانه دير شي الخلاف لغوي دائما كاين تواصل متخناقيويات تعاون غير باش تفهم لان عرفت يسيد بتاثير بالخصوص التواجد من الزاويه الوزنيين ديال المنطقه. يريد نديروا المداشير نديروا قسوا المزيغ هي اتاف بالحوثن دي زاروارن هي الطفن اسقن غير حديثه. نعم قرب الشيء اللي تجعل انه تقريبا حافظا المزيغ شكنيون يدني جنوات داي انا نعاود تجاورن يبقوين يسير يسير نقرا خدنا كيجي نجوز خازي زيار 4 يسيرن يدور تشان نبقوا يسير فينس ايران سيخ فينس قد سق جات نبقوا اذن هنا حافظن شويتي خ المزيغ. بينما يني جان انا ثقي المحيط نسناده كان نسناده نتد البؤره كل شيء توعر تدريجيا روخا قال فطايات انت في بين قاع السوار دارك. ولكن بان تعقب التوبونيم يعني المنطقه انت بان كل شيء الاصل المزيغ. وخا حاليا قد جاء المد نعرف الى السيول دخل قضيه المسالك قالت الطفل غير وقت ما جا ميديوسا غيريلي طبعا ودين شيش ودين وشين بيستا ودين وشين نهائيا اول بيستا غاتي مولاي محمد اتيك زي 2 بيستا في سنان وصغار حتى في سنان دارقست حتى يسجن ومن بعد توضح حتى الشاون. ثانيتي اسبانيا ناتي اسبانيا استعملته فين توجد لان محمد عبد الكريم الطبيب انت يعني تيازمن حتى التصيف وزرو يجي محمد عبد الكريم الطبيب اسبانيا وكانوا نوريج نحاج اسبانيا قام استعمال نفس بريد الى حدود الاربعينات عادي غير كان ذاك بريد نظن يجي كان رخا كان خايف قبره خايف حذيفه يتفغ واي تفغيت عبد الله يتحدث روح انك تحرقس. اما امس قالوا الاستعمال نفس الطريقه وسقان زيت مريقه غير حذيفه وني اعداد خوفيس يا بيستا يسد اسبانيول سفيت يسد قلعاد لا رعيتي لا يصفت عبد الكريم الخطابي وزرو زلعاد المقاومه او اسبانيول تاع استعملته في تواجده نهار يكمل يقرر هذه قيدتي قبل نظن قال اربعينات عادي بدا يتقبل نوني غير باش كمعطى. النقطه نظن انه المسار زكيبادس باش نوض حتى الرواضي انا عاد حتى يتعماط انا عاد حتى يكزناين حتى فاس
قاولني خصها تنسن بان قاد بريد القوافل زي العهد القديم ومن الجبادس بمثابه ميناء فاس. ونفس المسار نوني قد وني يوري روخا اثنا في الكتاب نواني تيروخاني نثني في الطفل ومد انطلق زي بادس يقيم يقول يتفابري يا اما قروس غزاء يا اما خوز احدى الضفتين اما تسمى خوز المال خوفوسي نفس بريد الى تبع القوافل زي العهد القديم جدا يعني نسور وملا بادس بمثابه يعني قبل النتيجه نسور القرن الثالث عشر الرابع عشر فما فوق. بالنسبة وين في المقدم يشي جان خاص وكان شي جان دي طونجي فمن انت راجع بالأساس شخصيا أي ريفي يعني أعرف عبر التاريخ يعني زي العهد السعدي أغانوج ديما يتيري غاس المقدم الزايسن يعني وخا ميم لثني قاندي طونجي قاندي شندن نظام خصاصني المقدم الزايسن باش هذه زعما هذه سياش شؤون لان اي ريفي ويتقبل شال يعني يتقبل شال العنصر الخارجي هذا يتحكم ديال يعني ما انتيش يتجن باللي يعني هذه الناحيه الهجره لا داخل المغرب ولا خارج المغرب تيراسني الجن السيسن يعني نتي اما منتخبن يا اما مهم استفاق خاص خاص نجل التعاقد ولو شفوي خاص. الكتاب يسورقي 1965 صفحه 65 على فحص طنجة. إذن فحص طنجة تسمى ذين يستقرون اللي يتفتيون ريفيديو يتفتيون مستقرون في فحص طنجة والذين يشكلون في الوقت الراهن مجموعة هامة في هذه المنطقة. روح يسوق التاريخ نثني المحاور نثني 65 ساعة الحوار شيق معكم تسمى ما خصنا نديرش تكمل ولكن سنغ رشيد الشيخ خدم تاج خدم هذا ساعات رخا 11 قل 22 تقل 20 انا ننتج 5 دقائق ماكسيموم نثبت اوكي وخاصه نحطوا على مشاريع كذا زريغ الزاويه الوزانيه دورينس وقيلا القرن الثامن تاع مستقره ديالني دابري ما نزريغ ما روخ شيء دورينس سير حكم مطلق تسمى خصني تقول المنطقه ني من خلال المعطيات ولكن الزاويه ني خصتني مع الربحه تقول مع الربحه مخيرادين اسبانيو قبل اخذوا اسبانيو مخيرادين عاد كان خطابي راه حنا حميدو الوزاني راه قاعد كان خطابي جي 58 59 الوزاني سخفين سي راه انتفاضه 58 59 ويا اسبانيا عاد يرد من بعد يشبر السيطره المطلقه في المنطقه ني وانه تصريح ذا بانه حال انه التفتيين يتم رد بحال اللي خدمن فقط ينث الوزاني في الوقت اللي الله اقتنى الزريق ذا اقتنى اراضي شاسعه الى غير ذلك. هو الحكايات عباد الله حتى نشتمش هذا خيشتن وانه السيده ونتي ممكن ودان تمن غنخشي نتمورث نخشي نتفوناست نخشي شي حاجه قال سلميتي الشريف باش تفن بور فيغ لا بي اونتو او سلمني الشريف حتى اصبح الشريف اغتنى بفضل نزاعات الاخرين وممكن تورش الحاج شين تشا على شين تمورت المليح تنشدها غاسنيش كيش توري الوزاني قيتشان روضان توفيس نشرع عظم مزيان تما ركوا يا غازني بقى جماعات يسدي خص ديال ويجو مارجع ديالني قدوس نروضا يخص يجن زي الخارج قناص مموح مسكين الله يرحمه الرخا الناس مموح يخص كي زايد ليه مموح غاس مارجع غاس العراسي طاف نتمورت ني خصها وين تا ساري داك الوزاني زاد الجماعات قال 100 مهم 100 اورو 200 اورو 300 اورو 1000 اورو يتسعرى كيسي حما غناتنا الريف الوزاني الناس صافي مشات غدا هبط عندي السنه الشيء الناس يمكن حاسنا هذا خصها سيكس باسبور يهديت قالت هو يسعد درنروح خاص نخدم ندو كارين وطنجه طنجه بمعنى انه اما تياوي 8 خص انت نيخ كيكس كل الحقوق هناك بما في حق شهاده الازدياد حنا مدنيه لغير ذلك الاخير مسكين وني ساري طالغه باش يسير باسبوريس لان انت قروختني راه تحكم الجندار ما تحكم البوليس القايد يتحكم كل شيء راه السلطه مطلقه من طرف وش ناس الكارت بلونس قاربط واش ممكن تسول فيش تدخل الزاويه الوزانيه
يوذن كارهانت ولكن تقزت هذا هو تما المخزن بأم عينيه هو رقاقة تندثر باش لعلمي كل المشاهدين والمشاهدات تندثر لأول مرة ورقي مشي لجماعة السلالات حكام خصي جنس الوزانيين يوريجن الشاب ذني قناة منى جمال زي اتحاد اشتراكي نتمنى له التوفيق. تفضلوا. بالنسبة وين في الزاوية الوزانية في سنادة يعني الآراء السياسية شجع يعني متذبذبة يعني كورما مش مثلا نتفذ الحرب العالمية الأولى للتفصيل شجان لصالح ألمانيا نتث الزاوية الوزانية شجاك فرنسا مهم نتث ديما نتث متغيرات المواقف الآراء مع الربح مع الربح. أما بالنسبة للغناء نسنغد لتينا إنس شيء جا مثلا عن طريق خميتيري منطقة ذو فليشان المرحلة مثلا الجافة نغل الخاصة نثني تضطر أنهم تكشني من السلف يعني القرن للتفصيين من داس النظر وبالتالي باش لي سيار وينث منيني خاصي سينتا يتضطر أنه سيوشد مواطنين الماشية يغاسني يعني تسديدا الدين إذا سيان يعني القضية نتيني الديون شرجة زي المسائل الأساسية يزيد غتانا الزاوية الوزانية دي أيثي الطفل ونتث معنيني باللي زي قدرني نضغط على المستوى الإقطاعي يعني نضغط على المستوى أنها تستحوذ جميع الأراضي الصالحة وين هاد البساتين وما نتيني سوا خاص كاري اللي يعني قاش بلي قخمي غتواريشان نضموات صالحة نغدايس بساتين نغاس يعني موارد مائية يعني موقع جيد خصبة وتندين تفت باللقاء تعقاب الأسرة من الزاوية الوزانية فرع براهيم مشيش يعني بالنسبة للنقطة انت غير باش هذا السنة. تفضل أستاذ دينو. نفس الفكرة أنا يوتشي اختصت به هي الطفل نسن بأن الشرفة من ما نفقوا سند لا يحملون شيئا إلا نسن التأثير الديني. إذا نستغل التأثير النيوني باش كسين دي مراي عباد الله سواء عن طريق مثلا من لحت لنا نسن بأن القبائل القاريف واختاري مخنضن الى غاصن بزاف النزاعات جالسا والمكلفين بحل النزاعات قضينا الشرفه يعني امرابط بشكل عام ولكن ما نوترشي بدون مقابل قتل طبعا بمقابل انه زائد الفكره ثاني تبان صغير الوقت مثلا عام الجوع كاينه الى عباد الله دي مورا دفع نثن مقابل نين لاطات نظره لاطات مندي باش هذه يستمر باش هذه الدواء الا قد يمثل من الجدول زي المواطنين يوذان من غايتجا شويه التيني من دي قضينا بالنسبه لنا في تفسير الشرطه نوزان وطبعا استغل النفوذ الديني يقيد ورد غاس يجمعوا ما بين الديني والسياسي اذا يساهم منايا اغتناء انسان. اما الوزاني في حد ذاته مثلا خاص احمد الوزاني غنسن بانه يطفن عاشين تبقى راني صغا ليمانيين باش هذه فرنسيسا ومن بعد يعقبها فرنسيسا من بعد يعقبها اسبانيا يعني انت ما يوفى هذين عاشين يميل الى عاشينتنا. اوكي غير الملاحظه نظن اوكي يمكن تاريخيه مثلا في اطار البنيه الانقساميه للقبيله صفحه 47 من بعض الصوره روح يدنا غتسجل روح نتعيش نروح تغريبه مثلا تفضل ازار والدي شتواني رد تشارديج فهمتي صحه شحال 57 ما بعد الاخير في هذا المتشار ذاك اشتوان تبعين لازروالا واستريوحا منقسمين الى متشارين يصاريوحن شي لحد الالف السلقشي تاعنا وربما يدن اقليم يصرحيون صحيون ضرع صح نودي لا أستاذ ما نقصد نزكس لي صرحيون قيتو فيس وزرشي صرحيونش. وعلى كل حال خصنا نرجعوا خلاص تسقسي يوداني قريب اما قروختا قديش مثلا ذني ابن عليتن وقيم شيء اسمه وقيم المستعمل ذني مسقان ايث بوكار قناص الحاج بوكار ايث بوكار وعمار ايث بوكار ما غطيت بدانف ولكن نفس الحاج بوكار
على كل حال بعض التحولات بسيطة، ولكن بحال العرس عاد ذوني انت يصرحي هو المنقسم المنشرين. ما شاديني غدا فيما يخص بالنسبة لسي سعيد يحضر تفضل. غير المدشر أيث عيسى آه. يسفى قاعد ازاي منش دي قبيلة إكس 9 راكم نش تنتمي غايش تاع عيسى اه وشا خمي تافغ يعني سهوا ازاي دي أي حاجة دي البحث تافغ خينو باللي قاتي الشغد المثال القسمة هذا بالضبط. يعني تشجير مثلا القسمة في جان ذي جان السكان بزاف، علما أنه القسمة ديالنا تاع عيسى دي سجن يعني أقل نسبة الساكنة، يعني أنت قسمة مزيان ولين انت بالاساس السنغ على الاقل اثنين تشوريت عيسى سنغايت عيسى كي غانق سنغايت عيسى كي تاكيس ليش كي الاعداد ديك تاكيس نش اكيد تقول الاعدادي راه قليب تاعي ممكن تشبر شاد بدا يقول قنك تاكيس يدين زرغ حمد يوسي كدين بان يزار نق حتى كيتونات ولا قلنا واحد نفاس، بمعنى الاسماء نفس الاسماء ربما في مناطق متعدده في الريف. مثلا ماسينت غانق ماسينت ورشيد ماسينت مسقان ماسينت جنروضه ولكن هي اراضي فقط زراعيه ووقع بالاصلاح الزراعي ودرجه من قيم خارزن حتى ما يسمحوا كلشي روح سمحن خارزن يتسمى غير الدواب ومن بعد سمحنا هو ثمر نيت قيمه من مترشه لان لم تعد زعما ترد ولا وتسيدي في والو تسيدي في والو خماني يسمح لنا. بالنسبه عودني الوزاني تما انتهى زلزال 84 ولكن من قبل انتفاضه 84 من بين يوذاني شجعن الحشيشه تسمى رسميا انت كيمكن ولا كيدفعن لان حتى انت تورج داكشي شبرنا شي الغرب الفلسطيني يخلى الحشيشه دي هو زيك تما حتى النواحي من حذيفه حاشورنان وفراح شويه زيت الطاب، بمعنى انه الدوله يتم من يخص ما خصها بغاسله كارت بلونش الصدارع وليو هذه وقعت التنميه لانه ويبريدن قمنا من زقل الاستعمار الى حدود السنوات الاخيره عذرنا برين مريقه عذرنا بعض بريدن طوال عهديس كله يرجزو يتم غير يجمع النهب يكوميونات سارتنا رباط يكوميون دوز رباط وثمانت وغيرها من قسقان نتوضع النهايه وتشي الكتاب عاد دقس ما يتقال يمكن شي فرصه نظن نتمنى بكل صراحه ازاق الاخوان داش يتورا خاطر ثلاث كتب غاية كلاس جديد كنيو غاري وانتي الاستاذه ناديه بودرا غاري وينك اكيد غنضنا ضيف عام قريب خيبقوين غاري وانتي السيل شقار ان شاء الله نتمنى شي توراش نستقبل داك برجيك ما رانا دال الامكانيات الناس السيور لان خصها غنهتم سمانيه باش نقيم الاجيال الجديده تقيم مرتبطه المنطقه وخاصه ان لازالت غنيه لازالت جنة فوق الأرض ولكن للأسف حصروها ودمروها. أكو مش كلمة قرت مش شي حاجة تعفن قيمة كيطال البحث العلمي سير أستاذة الكلمة الأخيرة. بالنسبة للكلمة الأخيرة فهمتيني يعني شاد جاريد البداية إن شاء الله يعني في انتظار باش كمل غلاطة ديالو إن شاء الله وأكيد خميت غا كمل غتنشر وتدوش بين المجهودات تيني يعني شيء جان الزايش وجي شامل الفراغ يعني شيء أكيد التصدي وذن إذا يساندن من بينهم الأستاذ عبد المجيد عزوزي وانكارشار خالص ومن ضمنهم أكيد يجن الصديق غالي بزاف ويساندي بزاف في جميع مراحل إنجاز الكتاب قد فكري أوراق. مهم تشكركم على الاستضافة وتشكر الكل وتمني التوفيق يكونش إن شاء الله. تفضل أستاذ نو الكلمة الأخيرة أستاذ العزوز. شكرا لك نيو إذا راني استضفن اللقاء ونتي أنه نسيور نجبد المواضيع عينة ونتمنى انه يريد الحافز الطاقات الشباب مزيان روخا انه هذاك نجزن دراسات خدمات نسان هذا عرفن وهذاك اتف بدا السمانه يجان
على اساس انه اخصبنا شي حاجه افضل كي تا باش ادغنا المسيره العلميه وفي نفس الوقت ادغنا الخزانه المنطقه. وشكرا. شكرا لكما ايضا، شكرا جزيلا الاخت ناديه على المجهود اللي بذلتوه. الاخت ناديه بودراء هي باحثه وكاتبه او مترجمه هذا الكتاب ديال ايثي الطفل. الاستاذ العزوزي مهتم بشؤون الريف وباحث ايضا واستاذ. اشكركم جزيل الشكر على تلبيه الدعوه. نتمنى نستضيفكم عما قريب، اما مباشره اما عبر القناه. وباسمكما أشكر كل المشاهدين والمشاهدات والمتابعين لقناة تلفزيون، وإلى لقاء آخر. غير واحد الحاجة نقولها دابا، انتم كتحاولوا حتى المسؤولية أنا نقولها، انتم ساليت معكم فقط أنه نهار 14 في الشهر الجاي عندنا مسيرة في بلجيكا أوروبية دعما من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، خاصة الآن دخلوا في إضراب عن الطعام. وهذا الشيء بالنسبة لنا ما يمكنناش نسكتوا على الظلم كيفما كان نوعه. وهذا الشيء كنقوله أنا وما كان بوحدي، وما كنقول خارج الأساتذة، لأن الأساتذة جاوا يهضروا على الكتاب ديالهم. شكرا جزيلا لكم، إلى لقاء مقبل، وخاصة اليوم 20 فبراير وما أدرك 20 فبراير اللي تركت شهداء في الحسيمة وكمال عماري إلى غير ذلك. اسمحوا لنا، مع السلامة.